لو اول مرة تعملي كحك العيد ما تقلقيش، بالطريقة دي هيطلع معاكي دايب وتحفة، والكل هيسألك انت شارياه منين. هتعملي كحك بيدوب في البق من غير ما تحتاجي لخبرة سنين ولا تعب. تابعي معايا الفيديو خطوة بخطوة وانت هتعملي احلى كحك للعيد. بس ما تنسونيش من دعمكم باللايك والشير. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنحضرها معايا وهي الملبن. معايا نص كيلو ملبن، هجيبه واقطعه كده شرائح، وبعد كده هحطه في طبق وانزل عليه بمعلقة من السمنة، اي نوع سمنة عندك، وهبتدي ان انا اعجن فيه علشان خاطر اطعمه واجهزه معايا. هنعجن فيه يبقى معانا بالملمس ده. واهم حاجة وانتي بتشتري الملبن، تشتري الملبن اللي لونه فاتح، علشان الغامق بيبقى واخد سوا كتير. لما نيجي نحطه في الكحكاية هيتعرض لدرجة حرارة تاني، هيبقى معاكي في الكحكاية مش حلو. فتختاري الملبن اللي لونه فاتح. هنبتدي نكور الملبن على قد حجم البلية كده وهنركنه على جنب. هنيجي بعد كده هنحضر معايا كوباية من المية، مقدار 200 ملي من المية. هنزل عليها بمعلقة كبيرة من السكر الحبيبات، وعليها كمان ربع معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. والمية معايا تكون دافية بدرجة حرارة دمعة العين. ومعايا 550 جرام من السمن، اي نوع سمنة انتي حباه. هحط السمنة على النار تدفى، وهاجي بعد كده جاهز المكونات الجافة معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، عادي اي دقيق انتي حباه استخدميه. اهم حاجة تكوني مجرباه وعارفة ان هو ما بيطردش السمنة بتاعته. هنزل عليه برشة من الملح، وكمان هقوم نازلة عليه بمعلقة بربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من ريحة الكحك، ومعايا معلقتين كبار من السكر البودرة، ومعلقة كبيرة من السمسم، ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة. دي بتدي طعم حلو ولون حلو للكحكاية. وما بكترش في السمسم عشان اما اجي انقش الكحكاية ما يقطعش معايا في العجينة. يا دوبك السمنة ساحت معايا على النار وبقت دافية، نزلت معايا بقصنص السمنة البلدي ب10 نقط من ريحة السمنة البلدي. الزبدة الازازة الصغيرة دي بتجيبها من عند العطار، اسمها ريحة السمنة البلدي. نزلت ب10 نقط منها بس، ما كتريش عن كده عشان ما تمررش معاكي. بتخلي ريحة السمنة معاكي كأنها بلدي بالظبط. ودي معظم اللي المحلات بيشتغلوا بيها، وفعلا بيبقى ريحتها وطعمها سمنة بلدي بجد. هنقوم نازلين بقى على الدقيق بتاعنا بالسمنه. انا بشتغل بالسمنه دافيه. يعني الكحك بتاعنا النهارده كحك على الدافي، مش على البارد ولا على السخن. بحب اعمله على الدافي، بتبقى العجينه طيبه وهاديه، ما بيحماش على الصدر وما بيتعبش وبيقعد معايا وقت اطول. هبتدي ان انا بست العجينه بقى الدقيق مع السمن مدة من 6-7 دقايق كده زي ما انتوا شايفين على ايديا. ولو عندك عجان يبقى رضا. هتحطي كده العجين ما بين راحة ايدك وتفضلي تبستي فيه لغاية ما الدقيق يتشرب ويتبس من السمن. وبعد كده هنقوم نازلين معايا بكوباية المية، وممكن تخلي كوباية المية دي لبن ومية، بس المية بتخلي الكحكاية عمرها اطول وبتعيش معاكي. هبتدي ان انا انزل بالمية تدريجي، ودون هيبقى اختبار ليكي عشان تتأكدي ان المقادير مظبوطة. هنزل بكوباية المية شوية بشوية، وهبتدي ان انا اعجن وهختبر العجينة. لقيت العجينة بتشقق معاكي، يبقى لسه العجينة عاوزة سوائل. هتاخديها ما بين راحة ايدك وتبتدي ان انتي تكوري فيها وتحننيها كده ما بين ايدك. لقيتيها بتشقق، انزلي ببقية السوائل بتاعت الكوباية. وما بنعجنش في العجينة كتير، يا دوبك بطراطيف صوابعك، يا دوبك المية تختفي بس من الدقيق عشان ما نربيش عرق جوه العجينة. الكحك ما بيبقاش له عرق. هنيجي بقى نختبرها اخر مرة معانا اهي. لقينا ما بقت شققش، يبقى كده العجينه معانا تمام وزي الفل، وكده المقدار مناسب جدا لنا، وتتاكدي ان هو مناسب. والعجينه بتقطع معانا، يعني معنى ذلك ان احنا العجن بتاعنا كان تمام ومظبوط وما ربناش عرق في العجينه. يعني العجينه ما بتمطش معانا اللي هي تبقى قراقيش، لا الكحكايه بتبقى بتدوب كده معانا في البق. هنيجي بقى نركنها 10 دقايق تستريح، وبعد كده هنقوم بقى مكورين الكحكاية على الحجم بقى اللي يناسبك. وتقومي حشيها الملبن، وتبتدي بقى ان انت تشكليها بالمنقاش او بالبسطامة، الشكل اللي يريحك.
تلمي الولاد كده حواليكي وحبايبك. وطبعا كلنا بنستنى مناسبة زي دي عشان نتجمع فيها كلنا ونعمل وننقش وتبقى فرحة جميلة. ربنا يا رب ما يقطعها عادة علينا وعليكم يا رب، والعيد يجي علينا وعليكم وانتوا في اتم صحة واحسن حال. بنقش بقى الكحكايه وتتاكدي اكتر ان العجينه مظبوطه معاكي وانت بتنقشي، بتلاقي المنقاش ماشي في العجينه ما شاء الله حلو، والعجينه ما بتقطعش معاكي، ده ياكد لك ان انت العجينه معاكي تمام. طبعا العجينه اول ما تيجي تاخدي منها هتلاقيها مفروله معاكي، اوعي تزوديها ميه، لا بتكوريها ما بين راحه ايدك وتحننيها كده، هتلاقيها لمت معاكي وبقت جميله. المقدار ده مظبوط، وانا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف في التعليقات. كده خلصت الكميه كلها معايا. هبتدي ان انا ادخله الفرن على درجه حراره 180، هيقعد معايا في الفرن حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه. الله اكبر الله اعظم. هيطلع معانا بقى باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، الله اكبر جميل بجد، ريحته كانت قلبه البيت، تحفه بجد. جربي الكحك بالطريقه بتاعه ام جودي وان شاء الله هيعجبك جدا. الكحكايه بتتكسر لوحدها، ومقدار السمنه ده كان مظبوط، 550 جرام سمنه، نخلي الكحكايه ما شاء الله دايبه وجميله. جربوها وان شاء الله هيعجبكم جدا، وكل سنه وانتم طيبين. ولو عايزين تسالوا على اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات وانا من عيني هرد عليكم. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله النقشه لا اختفت ولا راحت، لان احنا حاطين مقدار خميره يا دوبك ينفس معانا العجينه، ربع معلقه صغيره خميره وربع معلقه صغيره بيكنج باودر. الكحك ما بيتحطلوش مواد رافعه لان احنا ما بنسيبوش يخمر، يا دوبك بس اللي هو يخش يتنفس معانا. بعد ما بيبرد بنحطه في علبه محكمه الغلق وبنقفل عليه كويس ونحط فيها كيس من جوه، وبألف هنا وشفا تاكلوه في الهنا. لو عجبتكم الطريقه اتمنى تدعموني بلايك وكومنت حلو، وتتابعوا القناه عشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو عشان الكل يستفيد. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.